أكتر من 14 مشروع في الساحل الشمالي طارحين شاليهات وفلل بمنطقة الساحل الشمالي، سواء في راس الحكمة أو في سيدي حنيش أو في منطقة الضبع أو في سيدي عبد الرحمن. وحضرتك بتختار شاليه في منطقة الساحل الشمالي، في اليوم تقريبا بيكلمك أكتر من 10 أو 12 أو 20 سيلز كل يوم يعرض عليك مشروع. وكل ما تقول له ايه رأيك في المشروع ده يقول لحضرتك لا ده كويس، لا ده مش كويس، وكل حد بيقول لك كلام متناقض عن المكالمة اللي بعديها اللي هتجيلك. فانت ما بتبقاش عارف تختار ازاي وما بتبقاش عارف ايه الاميز وبناء على ايه اميز. انا في الفيديو ده بصراحة عايز اتكلم مع حضراتكم في كذا نقطة مهمة جدا مختلفة تماما، ومش هتلاقي كتير قوي بيتكلموا مع حضراتكم فيها، عشان وحضراتكم بتختاروا يبقى عندكم على الاقل بعض المعايير اللي تقدروا بناء عليها تميزوا ده افضل او ده افضل او ده افضل. رقم واحد، ازاي اختار المشروع اصلا؟ مشاريع الساحل بشكل عام لازم حضرتك اول حاجة تطمن ان المطور ده، اول حاجة تطمن ان المطور ده عمل مشاريع قبل كده ساحلية، مش مشاريع سكنية او مولات تجارية او مباني ادارية. لا، يبقى هو عمل مشروع في الساحل قبل كده او عمل مشروع في العين السخنة قبل كده، فعنده دراية اللي هيحصل وايه البنى هيبقى ماشي ازاي وايه المشاكل اللي هيقابلها ويحلها. فدي اول حاجة. فلما يجي لك مكالمة في التليفون، مساء الخير يا فندم، احنا عندنا مشروع في الساحل الشمالي سواء شركة اكس او واي او زد، اول سؤال تساله هل الشركه دي ليها سابقه اعمال في العين السخنه او في الساحل او حتى بره مصر؟ هل الشركه دي عملت مدن ساحليه قبل كده ولا لا؟ لان الموضوع بيختلف تماما. ده اول حاجه. تاني حاجه، الاوراق القانونيه، اختار تخصيص، محضر استلام قطعه الارض، قرار الوزاري. لو الاثنين دول موجودين، ابتدي بقى اطلب الطلبات التانية اللي هقول لحضرتك عليها. كل مشروع لازم تبص على الماستر بلان بتاعته، حتى لو بيج نيم، حتى لو مطور كبير، لان الماستر بلان هي اللي هتخليك تقول ان الشركه دي كويسه اكمل معاها ولا لا. انت بتروح الساحل الشمالي، لو اقصى مده ممكن تقعد فيها 10 ايام، 20 يوم، مش اكتر من كده، وبقيه السنه بتسيبها. فانت لازم تبص ان انت ممكن تأجر الوحدة بتاعتك دي، او ممكن تبقى انت عايز تروح تنبسط، والا وفر فلوس الشاليه وروح اقعد في هوتيل في شرم الشيخ او في الغردقه او حتى في الساحل، وما تاخدش شاليه. الناس ليه بتاخد شاليهات؟ عشان في شويه حاجات في الماستر بلان مهمه جدا. اول حاجه، عمق المشروع وعرض الشط. ما يبقاش عمق المشروع او المشروع يبقى 300 400 فدان، يبقى مشروع كبير جدا وعرض الشط صغير. طب ما ده هيعمل زحمه كبيره جدا على الشط. فدي من الحاجات اللي مش اللي لازم تطمن ان عرض الشط مع عمق المشروع يبقى فيه تكافؤ ما بينهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، 50% من المشروع على الاقل يبقى كله فيلل، ما يبقاش كل المشروع او 30% بس فيلل، عشان يبقى ما يبقاش فيه هلك في استخدام الخدمات، وما يبقاش الكاباسيتي كبيره، وحتى المستاجرين يبقى فيه يعني ما يبقاش كل المستاجرين على عدد شاليهات كبيره جدا، فانت مش هتنبسط. طيب، رقم 5، الكوميونتي. ليه في شاليه في بعض المشاريع ب 10 مليون جنيه ونفس الشاليه ده في بعض المشاريع ب 20 مليون جنيه؟ عشان هو المطور سيلكتيف قوي، والمطور عامل خدمات في المشروع بتخلي قيمة اليونت اللي عندك تزيد وتتأجر بسعر أعلى وتتباع بسعر أعلى. والكوميونتي بيأثر. يعني هتلاقي في الساحل الشمالي A بلس و A و B بلس و B و B ماينس كمان. فخلي بالكم من النقطة دي، من الحاجات المهمة جدا. طيب، في حاجة اسمها لاجون، وفي حاجة اسمها كريستال لاجون، وفي حاجة اسمها ليكس، وفي حاجة اسمها بولز. كل ما يبقى كمية المية جوه المشروع كبيرة كل ما يكون أفضل. وكل ما يكون المطور عامل كريستال لاجون. كريستال لاجون دي بتفرق في ايه؟ ان الكريستال لاجون، ويا ريت من شركة كريستال لاجون، لان الكريستال لاجون دي بتبقى سويمابل. انت ممكن تبقى شط رملي عاملاه شركة كريستال لاجون، وتقدر تنزل تسبح فيه او تعوم فيه بشكل عام. فلما يبقى كريستال لاجون بيكون افضل في كميه الميه. لما بيبقى في ساعات ماستر بلان وانت ماسكها معظمها ميه، ده احسن وافضل. طيب، من الحاجات برضو، حتى لو المطور عنده سابقه اعمال بدون ذكر اسماء، روح اسال وشوف بيهتم بالصيانه ولا لا، بيهتم بالخدمات ولا لا، بيعمل
ريديزاين او بيجدد المباني اللي هو عاملها الشاليهات باستمرار ولا لا، بيهتم بالخدمات والاكتيفيتيز في الكومباوند ولا لا، ولا في مشاكل من الصيانه والحاجات دي. النقطه دي مهمه جدا. الخدمات دخلت المشاريع اللي هو عاملها ولا لا. يعني ممكن يبقى مطور عنده سابقه اعمال بس الناس بتشتكي من المشاريع اللي هو عملها ما فيهاش خدمات او صيانه كويسه. طيب، من الحاجات اللي مهمه برضو ان يكون في هوتيل او بوتيك هوتيل جوه المشروع، ودي نقطه مهمه جدا، لان ده هيأثر جامد جدا في الاستثمار في المنطقه دي. لان في ناس بتبقى عايزه تروح تاخد هوتيل في مشروع او في قريه يكون في خدمات هوتيل ابارتمنت سيرفيسز، عشان خاطر انا مش عايز بقى، ممكن انا مبقاش جاي انا وعيلتي لسه مش هنشوف بقى حد يعني نعمل اكلنا في مكاننا او يبقى في هاوس كيبنج او لا. فلو في هوتيل او بوتيك هوتيل جوه المشروع، دي حاجه تشجعك انك تستثمر في المكان ده، حتى لو انت مش هتشتري في الهوتيل، هتشتري شاليه، بيأثر على الاستثمار. طيب، كل منطقة في الساحل ليها حاجة تميزها. يعني العلمين مدينة مستدامة وهيعيش فيها بسبب الخدمات اللي هتتعمل واللي اتعملت فيها، مدارس، مستشفيات، جامعات، مباني إدارية، فمدينة طول السنة هتعيش فيها. راس الحكمة بعد 5 سنين هتلاقيها مدينة تنفع ان هي طول السنة يتعاش فيها. مثلا سيدي حنيش وديزني لاند قريبه من ديزني لاند. ديزني لاند دي هتغير وجه الساحل بالكامل، هتبقى من اكبر الاماكن اللي هيبقى فيها العاب مائيه، اكوا بارك وحاجات زي كده على مستوى العالم. ده التخطيط بتاعها. فاللي انا عايز اقوله لك، كل منطقه مش ما تبصش بس على جوه المشروع بتاعك وبره المشروع، هل في حاجه الناس بتحب تروحها تتجمع فيها؟ ده بيأثر على الاستثمار بتاعك. فبشكل عام الكام نقطه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي مهمه جدا. والماستر بلان، توزيع المصاطب وارتفاعاتها وتوزيع الخدمات. وفي بقى نقطه مهمه كنت سايبها في اخر الفيديو، في مشاريع فيها جبل صخري في البحر، ما تاخدش في المشروع ده طبعا. تخيل انا واخد شاليه في الساحل ومش عارف اروح اقعد على البحر، فالجبل الصخري لا. وفي مشاريع بيتهيأ لك ان هي الشط صخري هي تبه بتتهد وبتتساوى، بس لازم يبقى قبلها في رمل. يعني ده مثلا ده الشط، حضرتك هنا بيبقى فيه رمله وبعد كده تبه فيها صخر وبعد كده المشروع، دي بتتهد. لكن لو جبل مباشره جوه على، بدون ذكر اسماء بعض المشاريع، جوه على البحر، لا ما تاخدش هناك طبعا. وهتلاقي المطورين الاسعار بتاعتهم ارخص هناك. كل دي شويه عوامل. لو عايز بقى تفاصيل اكتر ازاي تفلتر وتختار وتسال، نوفر على حضرتك كل ده ببي دي اف محترم نبعته لو حضرتك انترستد وعايز تشتري. انا وفريق العمل في شركه توب مانجمنت في خدمه حضرتك. تقدر تتواصل على ارقامي اللي قدام حضرتك على الواتساب او تكلمني مباشره. شكرا.